تنبيه هام: كل اللي هتشوفه في الفيديو ده للتعليم بس، علشان تتعلم تحمي نفسك والأنظمة اللي بتشتغل عليها. كل حاجة هنا معمولة في بيئة آمنة وتجريبية، ومش مسموح تستخدم المعلومات دي في أي حاجة تضر غيرك أو تخالف القانون. الريفرس شيل والبند شيل لاختراق الهدف. احنا قلنا ان في 3 طرق بيستخدمهم المهاجم لاختراق الهدف. اول حاجة الميتر بريتر، تاني حاجة الريفرس شيل، تالت حاجة البند شيل. اتكلمنا قبل كده عن الميتر بريتر، وده عبارة عن ايه؟ ان انا بفتح جلسة تحكم كاملة بيني وما بين الهدف ده من خلال أداة الميتا سبلويت. يعني أنا بستخدم أداة الميتا سبلويت وببدأ أدور على الثغرات، ولما بلاقي ثغرة بستغلها، ومن خلال استغلالي الثغرة دي بقدر إن أنا أفتح جلسة ميتر بريتر وأتحكم في الهدف تحكم كامل. فالصعوبة هنا إن أنا أقدر إن أنا ألاقي ثغرة، وإن أنا أقدر إن أنا أستغل الثغرة دي، فالموضوع بيبقى صعب شوية. لكن في النوعين التانيين أنا مش بعمل ده كله، أنا ببعت لينك للهدف. مجرد ما بيفتح اللينك ده بقدر ان انا ادخل على جهازه بدون استغلال ثغرات ولا اي حاجة، وبيبقى اضمن من الميتر بريتر، لان الميتر بريتر ممكن انظمة الحماية تمنعني ان انا اقدر استغل الثغرة واقدر ان انا اخترق الهدف. لكن النوعين التانيين بيبقى الموضوع اسهل، لان الهدف نفسه هو اللي بيسمح لي ان انا ادخل على الجهاز. في الريفرس شيل الضحية هي اللي بتتصل بالمهاجم، وده بيتخطى طبعا الجدار الناري وأنظمة الحماية، لأن هو نفسه أصلا اللي بيتصل بيا، وده أضمن حاجة في الاختراق. المهاجم بيفتح ليسنر على جهازه من خلال الأمر ده، وبيبعت لينك للضحية. مجرد ما الضحية بتفتح اللينك ده فبيتنفذ الأمر اللي قدامنا ده، كده المهاجم بقي على طول جوه الجهاز بتاع الهدف. تعالوا ننفذ الكلام ده جهاز الهدف وده المهاجم. المهاجم هيفتح ليسنر من خلال الامر ده ان سي اللي هي نت كات. نت كات دي هي اللي بنستخدمها في الاستماع، ناقص داش ال يعني ليسنر، في دي عشان خاطر النت كات يعرض لي كل تفاصيل الاستماع، ده عشان النت كات تعرض لك تفاصيل اكتر اثناء الاستماع او الاتصال، ولو في اي خطأ تظهره لك. بي اللي هو البورت، وبكتب هنا اي بورت، وهيبعت لينك فيه الامر ده للضحية، ولكن احنا طبعا هننفذه بايدينا على طول. الامر مجرد ما الضحية بتنفذ الامر ده بيبقى على طول المهاجم بقي جوه الهدف وبيتحكم براحته. طبعا ده بيبقى في الخلفية، يعني الهدف مش بيشوف اي حاجة بتتنفذ. يعني مثلا اهو ممكن اشوف الاي بي بتاع الهدف، ممكن اكتب اي اوامر انا عايزها هنا، انا كده بقيت جوه الجهاز بتاع الهدف. طيب البند عكس الريفرس، يعني المهاجم هو اللي بيتصل بالهدف. يعني المهاجم هيبعت لينك للهدف، الهدف هيفتح ليسنر من خلال اللينك ده وبينتظر المهاجم عشان يتصل بيه. بس ده ممكن يكتشف من خلال أنظمة الحماية، بعكس الريفرس. هروح على جهاز الهدف هفتح ليسنر، وهروح على جهاز المهاجم وهتصل بالهدف من خلال الأمر ده الاي بي بتاع الهدف. بس كده.